زعل ده اصله شيء نسبي جدا. انا زعلان، انت مزعلني، انا اقولها لك في عينك. بحس اني مش هعرف اعمل التيت دي مع واحد انا شايف انه المفروض يشتري خط، يعني كل فراق فيه بتعديه ازاي؟ ازاي زعلان على حد بيعمل كده؟ هو مزاجي يا يا استاذ، معلم في ايه؟ بمزاجك. يا معلم. مساء الخير وحلقة جديدة من عدي يومك، حلقة خاصة جدا جدا جدا، حلقة شخصية جدا جدا جدا. الحقيقة هو عنوان الحلقة يخد عدي يومك مع الزعل، وعشان كده الحلقة شخصية، عشان من أكتر البني آدمين اللي بيعرفوا يفكوني من الزعل حبيبي وأخويا وصاحبي الفنان الكبير الجميل مجدي البحيري. أنت منورني قوي حبيبي يا شدوس. قوي قوي قوي، شدوسه طبعا. ده الترند بيني وبينك. ايوه. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كله تمام، كله جميل الحمد لله. الحمد لله. مجدي، الزعل كلنا بنزعل من مواقف مختلفة، وردود أفعالنا في الزعل مختلفة. بس يعني زي ما قلت في بداية الحلقة، انت من الناس اللي بتخرجني من الزعل. انا ممكن ابقى زعلان لو قعدنا قعدة بنهزر مع بعض مع بقية الشباب وضحكنا، نسيت شوية، روحت البيت نمت، الحمد لله، ايه اليوم بيعدي. وفي مواقف تانية بهرب بالنوم، بلاقي نفسي ان انا زعلان مش قادر اشوف حد، بنام بتاع 32 الف ساعة عشان فاهم اصحى افتكر اللي مضايقني، لا انا هرجع انام تاني. تحفه. قول لي انت بتعمل ايه وازاي نعدي يومنا مع الزعل كده من غير ما اسالك سؤال معين؟ قول لي الحكايه بتقول ايه. طيب انا هقول لك وجهه نظري في الموضوع عامه. في الموضوع مفيش بني ادم ما بيزعلش. تحديدا احنا عندنا في المرحله العمريه اللي احنا فيها دلوقتي، احنا عندنا بشويه حاجات كتيره كده تنكد على اللي ما بيحسش. تمام. بس انا وصلت لفكره انه افضل حل للمشاكل اللي بتعمل زعل انك تواجهها بسرعه وتخلصها في وقتها فترتاح قوي. لان انا زمان كان عندي مشكله كبيره جدا ان انا كنت فجاه هم دلوقتي في مصطلح عجيب كده اللي هو بيجوست، اسمه كده. بيجوست ده اللي هو بيختفي يعني. يا بقى ليه مصطلح؟ بيجوست بقول لك موت. ايه ده؟ انزل التجمع ما اصل انا تكلمنيش. اصل انا بجوست بس ما كنتش اعرف ان انا ما انا بجوست. عارف انت طول عمرك اه احنا كنا فاكرين ان انت اصلا ملبوس، بس صح، فاكر والله بس ما كنتش اعرف ان دي بقى ليها اسم. هو كان بيقعد كده كنت بقول سنين، لهم كان انا عادي جدا بختفي في كتير، الكهف. كل يوم فجاه مش موجود. والله صح مش موجود في الدنيا. صح نروح له البيت مش موجود يا ابني، وتوتروا حاجات كده. قاتل مأجور مختفي في حاجه مش منطقيه. فكانوا زمان هما المصطلح الجديد ده اسمه بيجوست اللي هو بيختفي. هو الفكره انه كنت بقى انا عامه عشان تربيتي كانت شويه فيها. ابويا الله يرحمه كان راجل، فكان مش معودني قوي على فكره ان كان بيسيبني دايما احل مشاكلي مع ان هو يقدر يحلها بتليفون يعني. فانا كنت دايما متربي على الموضوع لغايه ما كبرت ابتديت ما بقاش قادر. فكنت بهرب هروب ذريع جدا. مفيش يعني انا ببقى قاعد في وسط ناس بقوم بختفي فعلا 5 ايام. انا بروح سينا من 2005، بروح دهب دي من 2005، كان فيها كلبين وكمل مفيش حاجه تاني والله، مش ميه مفيش حاجه. فكنت بروح هناك بقفل كان ساعه التليفونات اصلا مش محتاج تقفلها يعني. طبعا خلاص، اصل هي راحت سقطت شبكه بالظبط والله. فاهم بتقفله وارجع بعد 5 مرات اتعامل. وببقى كنت عندي مشكله من بحب الزعل ده اصله شيء نسبي جدا. يعني ممكن حاجه صح. تافهه جدا بالنسبه لك تقتلني انا. صح. يعني اقول لك على حاجه، انا ما بتكسفش يعني مصطلح التنمر ده على ايامنا احنا ما كانش موجود. فانا ما عنديش مشكله اللي بتنمر واللي بيتريق وبتاع، مع انه اسمه بادي شيمينج من 100 سنه. انا ما بتضايقش خالص. انا اكتر واحد بيتريق على نفسي، عشان انا ما بقتش اتريق على نفسي بسبب ان انا عايز اتريق على نفسي. انا مش هدي فرصه اتريق عليا. فانا كنت انا كمان لان انا كروي ساذج من وانا صغير، شبه الدبدوب بالظبط من وانا طفل. فكنت بتعرض لده في طول الوقت، فازاي اهرب منه؟ ومش عارف اهرب منه لان ما كانش عندي الامكانيه دي. بس لما كبرت بقيت مش عايز اواجه، نفسي اعيش في سلام. فبقيت اختفي لغايه ما وصلت القناعه ان انت لازم ايا كانت المشكله مهما كانت قسوتها حلها دلوقتي، واذا عليها يومين هتبقى تمام. انما تفضل تهرب هترجع لها تاني، اصلا ما خلصتش موجود. فده اعتقد افضل الحلول انك تواجه ايا كانت مشكلتك صعبه ازاي. دي الحاجه اللي دلوقتي انا بواجه بيها اي زعل، ايا كان بسيط او كبير، حتى لو تافه لازم اقوله. انا دايما بقول العيب ده بقوله ان هو فيا بصراحه. وانا كنت يعني ابتديت مؤخرا جدا جدا جدا، وانت عارف اواجه ده. انا كنت دايما بقول لاصحابي انا ما بعرفش اواجه. طبعا. لو انا زعلان اختفيت عن الدنيا، فانت حافظ. ودي مشكله فيا وعيب فيا، وانا بحاول اشتغل على نفسي في العيوب. بس ده كان عيب مش عارف اشتغل على نفسي فيه. انا زعلت، انا اختفيت ليه؟ زي ما كنت بقول لك في اول الحلقه، انا بهرب بالنوم. انا زعلان تمام. في ناس بتهرب بالاكل، في ناس بتهرب ان هي تروح تصطاد، في ناس بتخرج خروجه حلوه. انت بتهرب ازاي؟ وقت ما بتهرب كنت وقت ما كنت كان ايه السفر هروبك؟ دي حاجه. تاني حاجه
بجد، وده غريب جدا، ما بخرجش من الاوضه خالص. خالص. طب ما ده اكتئاب يا معلم، اه طبعا فاهم؟ انا بيجيب اكتشفت كده. ان ده اكتئاب في اه الاخر. موضوع كتاب طبعا. بس ما انت قلت حاجه، موضوع الاكل ده، انا لو زعلت مش توترت، لو زعلت امم ببقى مش طبيعي. في الاكل بتاكل؟ اوف اها. طول الوقت. وانا اصلا كنت ادكت الحلويات. اوب. لا، وهقول لك على حاجه، بس بلاش تريقه، لا ما لا، تبقاش ده انسان اخويا. مش بالظبط. اخويا. انا بجد كنت ممكن اجيب كيلو حلويات شرقيه اكلها وانا قاعد لا زي تريقه المكان. ليه؟ اسالهم، انا بعمل اكتر من كده. ده اما انا فاهم على يدي، بس هو يعني قلت عادي جدا وانا قاعد عادي جدا فيخلص. اه وانا اصلا يعني فاهم، فاكل موت، اكل موت، وما بحبش اخرج من الأوضة، ما بحبش اسمع اصوات ناس خالص. كنت بهرب بالطريقه دي، بخش في الاكل ما بخرج. وكان اوقات بيجي لي موضوع النوم ده. بس ده انا يعني كمان موضوع صعب. اللي انت انا عارف انك ممكن 48 ساعه انت نايم بجد، ما بتهزرش. لا، مش بمثل على نفسي. بس انا جالي يوم قبل كده من كتر الزعل، كان بعد مسلسل ابو جبل اعتقد، حصل مشكله ما كده مع حد ما اذاني قوي، وانا كان في ايدي ان انا هاخد ارد اذيتي دي في ثانيه، مهم. لكن لو رديتها هيبقى عليها توابع هتضرني في شغلي اكتر. اه فالقهره خلتني بجد دخلت نمت 12 بالليل، صحيت 12 بالليل تاني يوم ما اتقلبتش، عارفها دي والله ما العظيم. اتقلبتش. ولما بصيت قلت انا ازاي؟ جسمي وجعني جدا ومش قادر. هو نمت دقيقه، تلات نهار، وفي حاجات تانية بتحصل، وابتديت احس ان انا في فيلم انسبشن، في حاجه غلط. انا غلط يا جماعه وبتاع. فبهرب بالطريقه دي عاده اوقات، يعني لما كنت بهرب ساعتها. ولما بقيت تواجه الموضوع اختلف؟ اختلف 100%، لانه ارتحت؟ يا فندم انا زعلان، انت مم. مزعلني، انا اقولها لك في عينك. مم. انا اتكسرت عاطفيا، هروح اقول لها انت فيكي 1 2 3، مش همشي اللي هو طب عشان نبقى كويسين، مش هعمل كده. مهم. مش هعمل كده، لان الكلام ده اصلا كلام فاضي. انت عايزني اجي على نفسي عشان حضرتك تمشي سليم؟ لا يا حبيبي، هدوس على وشك زي ما دوست على وشي. انت لو عالجت الامور بنفس القدر اللي انت خدته، الموضوع يبقى بسيط جدا. لكن في اول الموضوع بيبقى صعب، تبقى انت متوتر، انت ما بتقولش، انت جدا ما بتقولش ايه اللي مزعلني جدا جدا عاده. جدا جدا. انا عارف، انا جربتها مره، مم. حد ما، وكانت علاقه عاطفيه ما شاء الله تبارك الله فاشله موت. قلت لها بصي، انت انانيه جدا واذيتيني جدا، انا عمري كنت قلت لها كده. ففجاه اتفتحت، انا عملت وانا سويت، خلصت. قلت لها لا، انت عملتي 1 2 3 4 5 6، مهم. فانت انسانه مش كويسه، فانا محتاج اقول لك الكلمتين دول عشان عايز امشي. فمشيت مم. عادي جدا. انت يا حبيب قلبي بتاذي نفسك بس في اي حاجه بتيجي على نفسك فاهمك. فيها، ليه اصلا؟ ليه اصلا؟ ايه السبب؟ ايه اللي هيحصل لما تواجه ايا كان المشكله؟ ايه اللي هيحصل؟ هتتاذي اكيد، صدقني لو هتتاذي مواجهه مباشره هيبقى افضل بكتير قوي من انك تاذي نفسك انت وانت دماغك شغال لوحدك. بص هقول لك على حاجه في موضوع المواجهه. انا بواجه الناس القريبه مني، وبواجه الناس اللي بيبقى متاكد ان في بينا كريدت. يعني الناس اللي علاقتي بيهم سطحيه، موقف زعلني منه هروح تيت ومشينا وخلصنا، بالظبط فاهم؟ بالظبط. بس بحس اني مش هعرف اعمل التيت دي مع واحد انا شايف انه المفروض يشتري خاطري من غير التيت، فاهم؟ مم. اللي هو بختفي ليه؟ بختفي عشان ببقى زعلان، بختفي عشان مش بعرف يبقى عندي اي كونتاكت من حد انا زعلان منه. ودي مم. مصيبه كارثة. سودا كارثه طبعا. بتحصل لي مثلا في الشغل. واحد وحشة انا أوي. زعلان منه واقعد اكلمه هو انا عامل كده، يقول لي ما تبص لي، لا لا تمام مش عارف ايه، فاهم؟ فانا ما بعرفش ابقى متضايق منك وابص لك في عينك، هنهار بقى باي شكل من الاشكال، هطلع اجري، هنط في السقف، هخبط الحيطه، ما اعرفش، فاهم؟ ما اعرف، في حاجه هتحصل غلط. فببدا اهرب عشان مش وخصوصا بقى ان انا عارف ان احنا حبايب او احنا اصحاب او اصلنا يا مجدي يعني، فما تعملش معايا كده. اول يومين زعلان جدا ومش قادر يحصل اي كونتاكت، والله العظيم يا جماعه مش بمثل. من تالت ورابع يوم ببدا افكر، مش ضروري من تالت ورابع يوم، ممكن يبقى من تالت ورابع ساعه، ما هو اسبير الموقف واسبير الشخص، بالظبط تمام؟ بالظبط. بس بعد شويه، بعد ما هي الحمقى بتاعت الزعل دي بتعدي، ببدا افكر ما هو انا عارف انه مش قصده يضايقني، بس هو عمل حركه بنت تيت. فببدا اهدى، ببدا ابدل الكراسي، ببدا احط نفسي مكانه، اصل ممكن وببدا ادي اعذار. ولما ارجع لك تاني، والله العظيم يا ابني ما كلام ولا كاميرا وانت فاهم الحوار ده كله، برجع لك صافي 100%. خلصت. انت ممكن تحس ان انت اللي كمان بتتضايق ان انا ما رديتش عليك او ان انا اختفيت شويه ورجعت، بس يمكن دي كانت طريقتي في مصالحتي مع نفسي ومصالحتي مع الناس القريبين اللي في بينا كريدت. خسرت ناس بسبب ده على فكره، في ناس طبعا. ما فهمتش ده. في ناس لما رجعت لها لا انت اختفيت، انا كنت بهيل، بس انا مش انا ما اختفيتش مقموص، ولا انا اختفيت مش عايز اعرفك تاني، ولا انا اختفيت. انا اختفيت اول شويه زعلان بجد وعارف انه
انت المفروض كنت ما تعملش كده عشان تبقى شاري خاطري بمعنى اصح. ولكن والله بعد شويه ببدا افكر بيني وبين نفسي وصفه وارجع. فالناس في الموقف التاني تقول لك لا كنت قلت لي كنت واجهتني. ده بقى الناس التانية اللي انت بتقول عليهم. انا ما عرفتش ابقى كده، بحاول ابقى كده وبشتغل على نفسي. ارجوك. اكتر حاجه بتزعلك ايه يا مجدي؟ اكتر حاجه بتزعلني هو قله التقدير عامه بكل انواعها، ايا كان. حتى في الاكل، لو في مطعم ونزل الاكل مش حلو هيبقى في عندي مشكله. والله ما بهزر، ما تقلش مني في حاجه. قله التقدير دي كبيره قوي. طبعا. يعني واسعه يعني في قله التقدير في ايه وايه هقول وإيه لك زي على حاجه إيه؟ مثلا، الحمد لله ما بتحصلش معايا من فتره طويله جدا، بس مثلا في التمثيل عامه ممكن يبقى غصب عن الشخص. أنا مش عايز اقول اعمم يعني، بس في جزء من الناس بيتعاملوا مع الممثلين الجدد بطريقه مش الطف حاجه. مش الطف حاجه دي معناها ايه؟ مثلا ان انا هحطك في كرفان مع 3 والكرفان وحش مثلا، او مش هحطك في كرفان اصلا، يعني اقعد بقى ريح هنا وغير هنا وبتاع. احنا في صحراء، احفر وغير في الحفر، ما تقرفنيش. ايه لا هنديك ظهرنا كرو 200 واحد ظهر. يلا لا ها، هو بيعملوا حاجه غريبه جدا. دي بقى انا بشوفها قله تقدير لسبب بسيط جدا، لانه مستحيل النجم بتاع العمل احسن مني في اي شيء. ما احنا بني ادمين يا جماعه، الناس دي بني ادمين. فده كان ما بحبش انا، دي قله تقدير، دي نوع من قله التقدير في التمثيل مثلا، ان انت ما تقدرنيش زي بقيه البني ادمين، مش زي النجم يا عم، زي بقيه الناس البشر البنات. دي في التمثيل مثلا، انك تقل من قدراتي عامه في حاجه. انا بركب خيل، فانا بطلع اسف على نفسي في الموضوع ده عامه، بس يجوا ناس تجيب لك سلم تجيب لك سلم تطلع. ايوه فاهم. وانا طالع لهم مامتك يا حبيبي طالع عادي، انا هطلع الخيل، استاذنك اطلع الخيل عادي. فالناس عامه انك تقل من تقدير حد في حاجه دي بشع. وبالنسبه لي الفراق هو اكتر حاجه ممكن تكون بتعذبني. بس الفراق. طيب الفراق انواع كتير. فراق صحاب في المطار بيسافروا، فراق احباب، فراق كبير قوي. طبعا. ازاي بنزعل في الفراق بانواعه، وازاي بتعدي يومك انت؟ يعني كل فراق فيه بتعديه ازاي؟ في الفراق زي ما انت قلت انواع، بس هو اعتقد اقصاهم 3. يعني اعتقد زمان كان فراق الحبيب او الشخص البارتنر شيب بتاعك ده كان بيعاني، بنقعد نعيط ونقول منى وحاجات اسماء رهيبه، وبعدين مش عارف ليه ارتبط بواحده اسمها منى، ما ده برضه صعب جدا. انت مش احمد حتى موظفه عامه، انا مش احمد حتى يعني فاهم. يعني صعب مجدي فليه منى، فاهم. والموت طبعا ده للاسف بقى، للاسف ده ملوش اي حل، لانه ما بيعديش خالص، ما بيعديش خالص. انا لغايه النهارده 7 سنين ابويا ميت و9 شهور الله يرحمه ماما، الله يرحمهم. بس ما بيعدوش ثانيه، مستحيل. وده شيء يا ربنا سبحانه وتعالى بينزل سكينه كده على البني ادم، لكن الفراق ده ما بينتهيش، مش عشان الموت تحديدا، عشان انت انا كنت فاكر زمان يعني وانا صغير ان كده كده البني ادم بيموت، الحياه بتستمر، الحياه بتستمر. بس للاسف هو بيغير في كميتك انت كانسان حاجه بيخليك ما تعديش هذه اللحظه. فدي باشا. وفراق السفر يا معلم، ال3 دول. بس انا بحس ان كل الفراق بيعمل نفس الحاجه في كميه البني ادم دي. يعني على بحس ان كلهم بيعملوا كده على حسب النسبه، بنسب مختلفه طبعا. بس بحس ان اي حد كان معاك وسابك بايا كان طريقه السيبان، والله يا مجدي بتاخد منك حته. كان صاحبك واكل عيش وملح معاك على حسب طبعا. لا مفيش مقارنه، مفيش مقارنه. بيحب التاني اكتر. برافو، افتكرت معانا اللي كان بيحب التاني اكتر فعلا. فايه يعني هي بقول لك بنسب من وجهه نظري، لانه انت لما بتكبر قوي بتكتشف شويه حاجات كده ليها علاقه بان انت اصلا كده كده عايش في الدنيا دي مراحل، انت مالكش اختيار فيها، انت مش ماشي بايدك، مش هتختار ناس تفضل معاك طول العمر خالص. بس صعبه ايا كان صعوبتها. ده بقى الشيء اللي ممكن تنساه خالص. هقول لك لازم هتنساه خالص. ارجوك علمني. الا لو كان الشخص كويس يعني، لو كان الشخص كويس مش هتنساه. ما بتكلمش عاطفيا، عاطفيا ده اصلا لا مش بتكلم، انا بتكلم على عاطفيا وغيره على فكره. والصحاب، ما انا هقول لك الصحاب دي حاجه مهمه جدا في حياتي، مش عاطفيا بس. هتزعلك، بس الدنيا هتاخدك انت، فغصب عنك هيبقى التفكير اللي هو كنا النهارده بنقعد في الحته الفلانيه هتلاقيه بيقل. هنا بيهرب من مكانه وبيبقى عذابه اكبر على طول. هي معانا الاستاذ الفنان عمرو دياب وسميه مع مديرة اعماله والله يعني على طول نجري بقى على ده على طول. ايوه. والزمن دي اغنيه لعمرو دياب، ما تعرفهاش؟ قادر ينسي بجد الحاجات اللي ملها يعني. الاصل العلاقات الانسانيه العاديه اللي هي بين الصحاب، بين العلاقات دي غصب عنك، انت بتروح في مكان وهو بيروح في مكان، وده اجبار، انت مش بايدك تختار طريقك خالص. صح على فكره يعني. صح. شوف دي مقدرات بتاعت ربنا بس. ونعم بالله. فمع الوقت شويه بتبتدي تتعود،
بس مهم. ما بيبقاش فيه زعل الفراق اللي كان لحظه توصل. ده في الحياتيه العاديه. صح. عاطفيا عامه الموضوع بيتنسي بجد بسرعه الصاروخ. والله هقول لك انا بقى عندي يقين اصلا. اعترض. هقول لك بس انا عندي يقين، دي وجهه نظري طبعا. في ناس بتقعد تموف اون 30 سنه. طب اقول لك على حاجه، انا قعدت 5 سنين بحاول انسى حد واحد. عاطفيا. 5 سنين وانا واو. عندي 25 سنه. حلو. انا وصل بقى الامر اني لازم بقى يعني لازم تدخل جراحي، لان مم. انا عندي مشكله صح. انا بشوفها في الناس كلها. وانا حبيتها صغير جدا، صغير مم. صغير صغير يعني 25 سنه ده احنا كنا فعلا صغير. كنا صغيرين اكيد. فما عرفتش انساها 5 سنين. بتعذب واعيط يا عيني، انا بعيط بالدموع. وانا ابويا يروح معدي التهبل يا ابني وحاجات كده عندي. عايز الاكل ما أكلمك في عجبكش ده. والله، كمل جدا. فاهم. لما كبرت شويه ابتدى عندي يبقى قناعه، هو الحب اصلا في اساسه ما فيش حاجه، مش حاجه خالص خالص. انا عندي الاثباتات دي دايما موجوده، هي ده اللي اقدر ارد عليك بيها يا فندم. انا اعرف ناس كانوا بيعبدوا بعض من ايام المدرسه، مهم. دخلوا الجامعه عباده زادت، ابتدوا يبقوا بوذيين بقى، بيتطوروا في العباده، اتجوزوا 3 سنين طلاق، محاكم لطم، والله لا لا إله. واخلعت الحماد والحاجات دي. بيحصل. ليه يا فندم؟ لان الحب ده شيء لحظي تماما. مم. انا مش بتكلم بالحب في الشمول، في الحياه العاطفيه لو بحب بنت، معاك جدا معاك جدا. حاجه لحظيه جدا. مع الوقت بتقعد تقل لغايه ما يبقى في بينكم حاجه اسمها موده ورحمه. ده اللي قاله ربنا اصلا. في بقى اللي هو انا متعودين على بعض قوي، مرتاحين مع بعض وخلاص. مهم. يعني فكره الحب العاطفي اللي هو تشوفها قلبك يدق ويتعصر، مستحيل. ياه. طب والله مستحيل. طب يعني خلينا نقول ارجع لك تاني للعلاقه اللي انت قعدت 5 سنين بتحاول تموف اون. عملت الموف اون عديتها ازاي؟ وبعد كده كل العلاقات التانية عديتها خلاص بسلام والدنيا هقول لك مشيت. على حاجه ليه قعدت 5 سنين اصلا؟ ده ليه سبب. مالها روح قلبي بتضحك على طوب الارض دي ماسكه كوميكس وسايبانا نسجل، دي غريبه جدا. شغاله هنا يا فنان. هي معانا. هو الفكره انه انا حبيت البني ادمه دي. انا ما بجريش ورا حاجه خالص غير الشغل، ما بجريش، ما بقومش من مكان اتحرك يعني في الحاجات اللي شبه كده. اولا لان تقيل جدا حجما، مش اللي جه في بالك، وبكسل. انا راجل كسول جدا والله العظيم بجد. فاللي حصل ان هي كانت انسانه رائعه بشكل غير طبيعي مم. على كل المستويات. يعني مبدئيا هي كانت دكتوره ما شاء الله. وبتلعب بيانو احسن من اعظم لاعب بيانو، وبترسم احسن من اي حد، وبتعرف تمثل. فعندها كل الحاجات، بينجو يا معلم في ايه؟ ودمها شربات ما شاء الله. وجميله زي القمر. فانا فجاه حسيت الموضوع جه بسرعه جدا. ما اعتقد حبيتها في 3 دقايق او مش فاكر. انا نعرف بعض من عمر، بس حبيتها بسرعه جدا. وهي كذلك، وهي كانت بني ادمه جميله، اللي عشت معاها كان جميل قوي. سابتني من غير سبب، فجأة ولا من كان؟ غير. هي لغايه النهارده دي اعز حد لقلبي، صاحبتي جدا. اصلا ما اختفتش يعني. ابدا اه ما اقدرش أوكي. اصلا انها تختفي. بحبها جدا ده اللي فاهم، بقول لك عليه. فاهم. مفيش سبب، ما قالتش حاجه خالص. ماشي. في ايه يا محمود؟ مفيش حاجه يا سيد. فطبعا انا قعدت انا بدي زياده عن اللزوم، او كنت طبعا بدي زياده عن اللزوم قوي. مم. هديك روحي لو بحبك. طبعا ده شيء منتهى الغباء والسذاجه. اوعى. ليه يا فندم؟ ان شاء الله انت روحك مش اهم؟ ولا انت ماشي، انت برطمان في الارض من فيه. ماشي. عايز ارد عليك في الحته دي، اتفضل. بس الناس يعني في 5 طرق تقريبا للحب، مش هنتكلم فيهم في حكايتنا يعني. بس هو ايه، الناس هي دي طريقه حبهم يعني. هو انا عايز احب ليه؟ عشان ادي كل الحاجات اللي انا عايز اديها له. مش بيحس ساعتها ان هو جاي على ما نفسه. انا عارف. فاهم اللي هو لا، هو مش جاي على انا نفسه عارف خالص. شكله بس طبعا كده، بس هو الفكره كلها كلنا. انك لما بتدي زياده عن اللزوم بياخد منك انت زياده عن اللزوم. اها. فانت كده عشان هو ده اللي انت كنت بتقوله، انك بياخد منك حته. بالظبط. انا دلوقتي مثلا في اخر حاجه حصلت ان في حد حبني بشكل غير طبيعي يا حبيبتي، ما اعرفش ليه. انا دايما بسال نفسي السؤال ليه انا تخين وقرع وكرش. ها قصدك ايه؟ لا بجد، مالك في ايه؟ بابا انت رفيع ازود عليهم اسود. يا ابني انت سوقك ماشي. انا كل ما واحده تعجبني تعملش فيا يا كده. فندم انت وكمان الكرش ده انا لسه نازل اول امبارح. في ايه يا معلش. مجدي؟ لا يا فندم انت اخويا بقالك كتير قوي. يا فندم انا ببص في المرايه وانا بكلمك والله انت فاهم غلط. ف بنت حبتني جدا جدا. انا اول ما اعترفت قلت لها ما عنديش اي حاجه اقدر اقدمها لاي حد. فاهمك. فده تاثير ده الزفت غلط. ده. لا ده غلط. ما في اعمل ايه طيب؟ بالعكس، والله انت عندك كتير، انت شايف نفسك غلط بس. حقيقي ما عنديش حاجه الا في الحته دي، صدقني بجد. انا يا معلم بجد مش هكلمها ساعتين قبل ما انام. ساعتين ده بالنسبه لي عدد مميت من انا المكالمه لو عدت دقيقتين انا بموت. افتكر يعني بص،
قصة طويلة عريضة، هقول لك حلاوة البدايات وفي الأول، ولو أنت بتحبها بجد مش هتزهق وهتبقى حابب مش عارف إيه، وبعد كده عاجلا أم آجلا هنوصل لمرحلة إن إحنا مش زهقنا، بس هتلاقي الحياة أسرع من ده دلوقتي. طبعا. تمام. معرفش هم كجنس آخر فاهمين الحتة دي ولا لأ، اللي هم فاهمين معانا في نفس الكوب. عندنا ناس من الجنس الآخر ممكن ترد علينا، احنا فاتحين الحلقة لكل الناس. ان هم ولا بيفضلوا على نفس المنوال. انت برضو ممكن ترد عليا في الحته دي، ده يمكن اللي بيزهقنا، مش عارف. والله ما اعرفش بصراحه، هو مش ما بيبقاش انت خد بالك انك حتى لو زهقت بتبقى في حاجه دايما رابطاك بالشخص، بس ما تعرفش تجري قوي كده يعني. ايوه، ما ده قصدي، ما انت مش هتجري. انت قصدك ان انت يعني هتعمل الساعتين اللي في اليوم في الاول كحلاوه بدايات، هو السبور يعني، وهتكمل عليهم الى ان تحس انك زهقان. مش هيبقوا الساعتين بس، هيبقى على الاقل في المكالمه، بس مش هتطلع تجري يعني. فاهم قصدي؟ عشان كده اوريدي الواحد بيحاول يجدد طاقه بان هو يعني يبدا يعمل حاجات تانية في حياته، فيرجع فيلاقي نفسه عنده شغف وطاقه ان هو يعني يحاول تاني او يعني يبقى ليه حياه شخصيه بعيد عنها يعني تقصدي؟ بالظبط. مش كاشخاص تانيين بس، كشغل، كسفر، كاي حاجه يعني يدي لنفسه السبيس انه يخليها توحشه. منطقي جدا. ده منطقي، برافو بالظبط. عليك. شكرا على عامه ده حل برضه، انا ما كنتش يجي في بالي. برافو عليك. عسل. يا جماعة، عدينا يومنا، شفت الدنيا سهله ازاي بجد. التابلت ده قاتل والله. ممكن دي طريقه ممكن فعلا تكون هي صحيه 100%. يا ريت فعلا الواحد يعرف يعمل كده. بس هي في مشكله يا حبيبتي، انه بيحصل انك لو مرتبطه بحد بيبقى دايما عنده اسئله حوالين الموضوع ده. يعني احنا هناخد بريك بالظبط. يعني انا عملت ايه؟ قول لي عملت ايه؟ ايدي لك 7/10 عشان عامه غلط، ده حريق، ده المفروض تتعالجي. انت ليه بتعملي كده؟ وعامله ما تبعدش مش عايز انا. كل الناس بقى زي بعض على حسب اختيارك للشخص. اه والفكره ان انت اكيد مش هتفقد الطاقه في نفس الوقت اللي هتفقد فيه طاقتها، فعشان كده هي لما انت يعني هي ممكن يجي عندها وقت تاني تفقد هي طاقتها، فتمشي هي. فتبقى هي وانا طاقتي موجوده بقى. بالظبط. انا عندي حل. فالفكر ماشي. عندي حل. انا فقدت طاقتي وماشي، امشي مع حد تاني. هي فقدت طاقتها ومشي، تمشي مع حد تاني. بس وبعدين نبقى نرجع تاني بقى نشوف بعض. لا نرجع احنا الاثنين العكس. صح. احنا كده لفينا يوترن. اعمل ايه طيب؟ انا دماغي ايرور. انا مش عارف اعمل ايه، انا زهقان جدا. دماغي دلوقتي. المشهد بتاع بنك الحظ لما كانوا قاعدين في البنك وكان بيقول له بقى اللي هو مشهد صعب. لا والله ده بهزر طبعا، بس عامة اعتقد ان حل انك تبعد شوية ده ممكن مش اكيد. وعامة اعتقد ان في اول العلاقات دي بيبقى فيها مشاكل اوقات كتير وانت بتعدي. ابراهيم حسن قوي، فعمال تعدي كل المشاكل اللي في الدنيا، ففي وقت معين بتزهق من المشاكل، فبتبتدي بقى بتعمل ده كله باثر رجعي، فده اللي بيحصل على غالبا بيخليك تزهق او تتخنق او تبقاش قادر. فاعتقد ده ممكن يكون سبب. ده حقيقي جدا. وارجع لك تاني للسؤال، الفراق، بزعل الفراق، خلينا نقول فراق الصحاب، صاحبك اللي اتخانقت معاه او صاحبك اللي ما بقاش صاحبك قوي لسبب ما، ومشيتوا انتوا الاتنين كل واحد في سكة، ده عرفت تعدي الزعل ده. الزعل كده كده احنا هنعدي والحياة ما بتقفش، وهروح شغلي عادي، ما مش هنقعد في البيت نعيط، ده مفهوم. بس الزعل الجواني ده عديته ازاي مع الحتة بتاعة الفرنشيب؟ وانت خضتني في موضوع الريليشن شيب ان انت بعد كده عديته قوي. انا يمكن لسه لحد دلوقتي عمال اب اند داون، بعطل شويه ونقوم شويه. عديته قوي اللي هو ايه؟ بس اللي هو عديته قوي اللي هو ايه؟ انت تقول انت قعدت مش عارف شويه تعمل موف اون، وبعد كده حسيت ان الموضوع بقى مش سهل انك تعدي علاقه. بس انا لحد دلوقتي زي ما قلت لك، انا لما بيحصل فراق في علاقه وريليشن شيب، لا بفضل بخش الكف شويه كتير وبقفل على نفسي، وده يمكن بيأثر على صحتي وبيأثر على نفسيتي وبيأثر على شغلي. لحد النهارده انا مش عارف اعدي دي بالمناسبه، فده زعل انا مش عارف اعديه بالنسبه للريليشن شيب. وموضوع الصحاب مؤخرا اللي ابتدى يظهر في حياتي، اللام مش فاهم انا بطلتش ليه. لام من صحابي ده جديد عليا بصراحه. طول عمري سبحان الله كنت بقول رزقي في صحابي، اللي هو الحياه الماديه مش احسن حاجه، الحمد لله رزقي في صحتي وصحابي الحمد لله مش عارف ايه. فاهم؟ عارف انا ايه فيلم كان في يوم من الايام كل اصحابه سافروا يقول لك ما فضلش غير انا والمروحه. فانا طول الوقت كنت بقول رزقي في صحتي وصحابي، يعني يا رب ان شاء الله الحمد لله نعمه الصحه تفضل معايا. بس بتلطش اقلام عجيبه 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 الفترة دي من ناس بقول عليهم صحابي. فبرضو الحقيقة مش عارف أعدي زعلي الشخص. عشان كده بقول لك دي حلقة شخصية والله يا مجدي، مش بأفور ولا بعمل ترند ولا الهبل، انت فاهم يعني. مش عارف أعدي زعلي من فراق صحاب، مش عارف أعدي زعلي من فراق ريليشن شيب. مش بقولك في الموقف الحالي بس، زي ما قلنا في مطبات بتيجي وتروح،
عندك حل يا صاحبي؟ بالنسبه لفروق الصحاب ده، لو عمل حاجه لو عمل حاجه غلط معاك يعني، ولا عامه؟ خلينا نقول عمل حاجه غلط معاك ماشي. طيب حاجه غلط معاك اصل عامه ليه؟ اصل يعني عامه هنخسر بعض ليه لو ما عملش حاجه غلط يعني فاهم؟ انه لا ما انت قلتش نخسر، قلت بنفرق بقى يعني، اه في جاب بيحصل. اه لا الجاب الطبيعيه بتاعت الصحاب اللي هو عشان هو مشغول وانا مشغول، لا تمام انا فهمت مش تقصد هنأفور يعني. ايه. خلينا نتخيل ان حد من اصحابنا عمل مشكله معانا، مش فحضرتك عندك مطلق الحريه انك تهين كرامه جده مبدئيا. مفيش حاجه اسمها ان اصدقاء قريب مني فانا هخاف على زعله، هو ما خافش على زعله. يعني ده عامه فير انف والله العظيم. وعامه ان في جمله، في بنوته صغيره عندها 23 سنه قالتها لي والله، قالت لي اصلا هو لو يقصد ان هو لو بيحبك عمره في حياته ما هيقصد انه هيبقى دايما واخد باله انه مش هيزعلك. اصل لا انت تبقى متاكد ان صاحبك بيحبك. حتى لو ما هو لو بيحبني هياخد باله من مشاعري دي، مالهاش علاقه. المشاعر دي اصلا ما فيهاش كلام، ما فيهاش صح. كلام، ما ينفعش صح. ما ينفعش اذيك خالص من مشاعرك تماما، لان هي دي الحاجات اللي بتضرب مفكات في الحياه. وفكره ان انت تختفي فتبقى كويس فترجع صافي، ده مش مظبوط تماما، لان هذا الشخص هيبقى مش عارف هو عمل ايه فيقرره بالتبعيه. بقوله بعد كده. قوله في وقتها عشان ترتاح. والله انا شخصيا لو في حاجه مزعلني من حد من اصحابي بروح اتكلم معاه، بقول له يا معلم في كذا كذا حصل، عاند بديله بالجزمه وبمسحه من حياتي، وهبقى زعلان يا معلم، هزعل 10. بص انا بشوف ان الزعل ده شيء مهم اصلا. انت لو ما خدتش وقتك في الشيء اللي بيزعلك عامه او اللي معكن عليك حياتك مش هتعديه. هتعديه منين وهتتعلم من ايه حضرتك؟ فانا بشوف ان الزعل ده واجب بتخلص بيه، بان انا بشوف السلبيات اللي حصلت لي في علاقتي بهذا البني ادم ايا كان هو ايه، صديق اهل ايا كان. بشوف السلبيات كده وبشوف الايجابيات وبحطهم قدام بعض، بشوف انهي كفه ارجح. لو لقيته احسن دايما هعدي له الزعل ده جدا وهنساه لما الاقي والله ده عمل معايا وعمل معايا وعمل معايا. بس لو لقيت السلبيات اكتر انا المفروض ان انا ارميه في الزباله. ففكره الزعل على فراق الاصحاب دي اسهل ما يكون نوع فراق. يا جدع. طبعا لان كده كده هتاخد حقك وقتي. ايوه ما انا بقى مش ده. ايوه انا كنتش بعمل كده عشان ترتاح. عشان ترتاح في حياتك عامه ما تعديش على الموضوع يومين. في بس الصعيدي بيقول لك الحق لو بات مات. تمام. ليه بيقول كده؟ لان انت هتيجي تكلمه بكره فيه يقول يا عم ده كان امبارح. يا عم ايه ده انت لسه شايل ده، انت بتهزر. هو اصلا مش مدرك. ايوه. ففي وقتها يا فندم حد قال لك والله التيشيرت ده مش حلو، قال لا احلى من خلفتك. انت ليه بتسكت له؟ انت ليه بتقدر ان انت مش المفروض انك تتكلم اصلا؟ يعني ايه اصلا انا اقول لك على حاجه، ايه الورست كيس سيناريو يعني؟ حضرتك رحت اتكلمت، انت اتضايقت من واحد صاحبك قوي ورحت اتكلمت لا ماشي ده خلاص وخناقه وقلبت خناقه ويومين وهنرجع نتكلم عادي وتمام، ده الورست كيس سيناريو. انا ما بكلمكش في حته مضايقاني، انا بتكلم لا في اللي هو فراق. اوكي. اللي هو اصل اقول لك على حاجه، صاحبي ممكن يعمل. انت قلت حاجه دلوقتي لما سالتك يا مجدي ايه اكتر حاجه بتضايقك واكتر حاجه بتزعلك، قلت لي عدم التقدير. تخيل لما تيجي من واحد صاحبك بوم يعني فاهم. انا اسكت له ليه؟ طيب ما هو في حاجات كتير تقبلها من ناس غريبه وما تقبلهاش من صاحبك. تحفه. اقبل عدم، مش هقول لك اقبل عدم التقدير من الغريب عشان لا مش هقبلها من الغريب ولا من القريب بصراحه، دي لا. بس عارف ممكن استهون بواحد غريب ما قدرش يعني ايه عيش وملح. مش مهم معايا، هو مش فاهمها اصلا في تربيته بقى في حتته مش فاهمها خلاص. بس لما يبقى واحد صاحبك فاهم يعني ايه عيش وملح، فاهم مسلمات بينك وبينه يعني، ما احنا اصحاب عشان كده، وتحس انه ما فهمهاش او ما عملش بيها او ما قدرهاش في لحظه لحظتين عندك، تروح واخد قلم على وشك. طبعا هتروح تقول له وتتخانق معاه وترجع تبقى معاه عادي زي الاول. انا في حتتي كنت اي داوت، انا مش حاسس اني هعرف اعمل ده. فانا اروح متقوقع كده يا معلم وداخل كهفي، وساعتها بقى زي ما تيجي يا صفيت زي ما قلت لك من شويه، يا صفيت بيني وبين نفسي ورجعنا اتكلمنا وحبيبي واستاذ يا سحبت نفسي الى ان يشاء الله. تمام. كده هيجي يكرر نفس الغلطه تاني. برافو عليك. الحقيقه ما هو ده عيب وبحاول اشتغل بيه يعني، هو هيجي يكرر نفس الغلطه تاني لو ده حصل فعلا. بس لا انا مش شايف ان المفروض ان حد يسكت على الموضوع ده خالص. ما ينفعش تزعل لوحدك عامه. والله العظيم ما ينفع خالص. يعني ايه اصلا؟ يعني انت تبقى مضايقني فانا اقعد اعيط؟ انا ايه الهبل ده؟ ما هخليك انت كمان تعالى نعيط سوا عادي جدا. انا مش بتكلم في اذى دلوقتي ومش بتكلم في اخدان حق، انا بتكلم ايوه لا خالص انا بتكلم في يعني حاجات طبيعيه لازم تحصل. لان الموضوع انك انت عارف ايه اللي بيحصل لما تقعد تزعل لوحدك عامه من اي حد؟ بيبني جواك كده حاجه عامله زي الزلطه. والله العظيم تفضل تكبر لحجم غير طبيعي، تبتدي غصب عنك وانت بتقعد تسال نفسك وانا بعمل مع الشخص ده ليه؟ والله دي حصلت معايا انا قبل كده. عملت مكالمه وحشه جدا مع حد، وحشه جدا جدا يا شدوس،
اللي هو بتكلم بمنتهى انت عارف ان انا ما عنديش المشكله دي، بتكلم بمنتهى التعالي ومطالعه جرافه، واللي هو انت مين اصلا، مستحيل انتوا مين؟ عمري عمره مستحيل ما ينفعش. يعني ايه اصلا، يعني شخصيه مش لايق عليا، يعني لو عملتها تضحك اصلا، لو اديتها هبل هتقول عليا جد. فاكتشفت ان انا عديت لهذا البني ادم كتير جدا جدا وانا مش واخد بالي. فبيوصل ان هو بيبقى في حاجه تقيله على قلبك جدا، هتفضل في مشاكل طول الوقت يا معلم، يغور في 60 ده. ايه اللي هيحصل؟ وبعدين انت كام حد عرفته في حياتك ومشي؟ هل مت؟ لا بس ونس- بياخد حته خد، وحته بس انت كبيره نسيت. وزهقت وتعبت بقى. بس انت نسيت وجوده، لا. نسيت اهتمام وجود من 10 سنين مثلا، ما فيش حد خرج من حياتك وما لا نسيت اكيد من 10 سنين اكيد، فاهم طبعا. فده يثبت لك انه شئت ام ابيت شويه وقت وهيتنسي. شويه وقت دول بس انت هتملاهم بايه؟ وانا بشوف انك لا يا معلم، لازم اللي يبقى حواليك هتطلع بالدنيا باربعه، صح. اكتر من اربعه مستحيل. انا بقول لك مستحيل. صح جدا. انا فعلا جداً في جداً حياتي جداً. انا فعلا في حياتي 2 ولاد و4 بنات ربنا يخليهم، 3 ما شاء بنات الله، ربنا ربنا يخليهم لي، يخليك. دول ال5 دول بس الدنيا. خلاص اقفل ملط. اقفل. اي حاجه تانية يا عم يولع يا حبيبي. تمام، لما جد مفيش نزاع، هنا في تفكير مظبوط، تخلص المشكله وتروح وبسال على العشره شويه وخلاص. والله وخلاص فعلا، يعني هتعيش طول عمرك تتزعل يا سابني يبقى ما يغور في ده يا معلم، ايا كان مين انت اهم. ودي كان وصلت لها لما كبرت. انا كنت يا حبيبي كنت مضحي لدرجه مغفله. ايه يعني؟ طب اقول لك على حاجه، افيه ابن لذينه، البنت اللي كنت بحبها قوي دي، انا ساكن في مصر الجديده، حلو، وهي بنتها كانت في المهندسين. فكان في وقت عيد ما كانش في بني ادم في القاهره تقريبا، مفيش حياه في القاهره. فكنا بنقعد في مكان معين كده، فكان معايا فلوس ان اروح واعزمها على حاجه وانا ما اشربش وارجع. فهي طلبت حاجه اعلى من البادجت، فدفعت كل اللي في جيبي ورحت ماشي. من المهندسين وصلت لغايه العباسيه. اه فكلمت امي قلت له بصي انا مشيت من كذا لكذا. طبعا سويت هي في التليفون، قلت الله يرحمها، يا لهوي في ايه اللي حصل؟ قلت لها فلوسي، قالت لي اركب تاكسي وانا هحاسب لك ابوس ايدي. فكنت كده يا معلم. فده معناه ايه اصلا؟ ملوش اي عايزه، معيش فلوس يا حبيبتي مش نازل، خلص الموضوع. فاهم حاجه؟ مش يعني كنت مضحي لدرجه عبيطه يعني. فانا بشوف ان ده مش مظبوط، لانه لازم يبقى في بالانس بينك وبين اللي قدامك، ايا كان علاقتك بيه، صديقك، اهل، حد من اهلك، حد من اللي بتحبهم. لازم يكون في بالانس، لازم يبقى الموضوع قد بعضه قوي قوي، ما ينفعش يكون في خلل. لان لو الموضوع مش مسطره كده بينك وبينه 50-50، صدقني هتكرهه كره مش طبيعي. فليه طيب؟ بس ده الموضوع. ده اللي يفهم واللي يبقى ظابطها كده، اللي يقدر بس يعمل كده، عشان ده بيحتاج مجهود يعني. طيب في حاجه تانية كنت عايز اكلمك فيها من حته في الريليشن شيب. احنا خلصنا الفريندشيب، فكنت عايز اسالك في حته. كنت انت بتقول اللي هو ابوك الله يرحمه لما كان بيقول لك اللي هو عديها بقى واسترجل لما كنت بتبقى متضايق. تمام. ده بيحصل لحد النهارده معايا من ناس كبيره زي فادي، وهو كومن فريند بينا، وده ده مش بني ادم كبير اصلا يعني، فاهم؟ ماشي تصدق. بروح له مثلا متضايق منهار طبعا. منهار. لو انا فادي بروح له لما بتبقى الدنيا وقفت خالص، حاره سد، تمام، مفيش. احسنت الاختيار. بقول لك ايه، الدنيا سودت، اعمل ايه؟ تمام. تعالى يا حبيبي. بيجي يسمعني. المشكله ان معظم ردوده، او مش معظم ردوده، هو بيبقى شايف ان المشكله قد ايه بالنسبه له، اللي هو استرجل يلا، تعرف هو اخويا الكبير فبيعاملني من المنطلق ده. فمثلا مشكله عاطفيه، اللي هو فادي وغيره يعني، من اي حد ايه، ممكن يكون اكبر مني سنا، ممكن يكون عارف يواجه عني الحته دي، زي ما انت كنت لسه بتقول لي موضوع المواجهه. بس اقعد اقول له وما فركشت وحصل ومش عارف، وبكلمها ومش عارف اوصل لها ومنهار بايظ في اقل كلمه. تمام. استرجل يالا، مالك يالا، في ايه؟ اللي هو طب انا في ايه ولا في ايه؟ استرجل مالي يا معلم، اللي هو بجد انت شكلك مش مظبوط. اللي هو شكلك مش مظبوط، ليه بتعمل معايا كده؟ اهو واحد منهم بالمناسبه، واحد ما تسترجل يا ابني، بتقول الحاجات ما دي. بقول جدا، بيقول مش فكره، بحب فكره انه ما لازم احطه انا عند حد وانا صاحبه، انا اللي شايفه بالحاله دي، وعارف مثلا لو انا عديت بتجربه شبهها ولا حاجه، عارف ان كده كده ليها خلاصه في الاخر، كده كده هتعدي زي ما انت كنت بتقول، هتعدي سونر اور ليتر. هو الموضوع هيبقى سايب فيك علامه، بس كده كده انت هتعدي. دي علامه مهمه جدا في مرحله مش مهمه مشكله جدا، هتستفيد منها درس بالظبط، اتعلمته، بالظبط. ولما هتقابل الشخصيه دي بعد كده، انت مجرد ما هتشوفها هتفهم، هتعرفها على طول وهتتجنبها، صح. فهي دي الخبره اللي هتستفيدها منها. فعشان كده لازم اقول لك مثلا حاجه زي دي، عشان انا شايفك حالتك مش هي المظبوطه، شايفك تعب نفسك على الفاضي، وانت كده كده هتعدي، فاروح حاطط لك ستوب. ما هو انت لو مفيش حد اقرب مني مثلا، انا بقى شايف نفسي ايوه طبعا هيقول لك الكلمتين دول وهيقولهم لك من قلبه،
واللي هو عارف مصلحتك فعلا فين بجد، فبيقول لك عليها عشان هو خلاص انت مش هتعدي على مراحل بعد كده، مش هتوصل لحد ابعد من كده. فانا لازم اقول لك بسرعه بقى خلاص. يا مجدي، ازاي انا بروح لحد احكي له اللي هو ايه، تسترجل وعدي أيوة. وفكك أيوة. وبتاع. ممكن حد يقول لي، مش هقول حد يقول لي ازاي استرجل عشان دي فاهم انا عايز اطلش نفسي بالقلم تمام، بس ممكن حد يقول لي ازاي اعدي زي ما انت شايفها سهله كده. يعني سالت الناس لو انت اتحطيت في نفس الموقف هتبقى سهله بالنسبه لك؟ يقول لي اه طبعا. يعني تمام، قول لي يا معلم. لا هو انا مش بشوف، انا ما هو اللي بيقول كده ده اصلا مش عارف بقى، هو مش عارف يعدي، هو كداب. صح كده؟ والله مش عارف والله، كداب قول لي. والله. مفيش بني ادم ايا كان قساوته ما بيتعلقش بحد بجد، ايا كان قساوته، يعني ايا كان قلبه مش عارف ايه وعيل واحد. انا عن نفسي يا معلم اعرف اكتر بني ادم توكسيك وبتاع بنات في الدنيا في حياتي، اعرفه كويس قوي، صاحبي اعز واقرب حد لقلبي في حياتي بجد بامانه، بيحب حد دلوقتي جدا واتخطب له، ما شاء الله. حياته 180 درجه اتغيرت طبعا. بالنسبه له. الحد ده لو بعد عنه كام ساعه روحه تروح، ده بجد وده كبير. ايوه. فهو الفكره كلها انه المعلم اللي بيقول لك كده ده ما جربش، ما يعرفش، عمره ما حب بجد، كداب جدا. وقعدت تعالى انت لا. ايه في قوم ياض كده أنت كلك مش لقمه مظبوط، صح. يعني. ايوه يعني ايه كلك لقمه واروح سينما؟ هو ايه ده؟ يعني ايه اللي هيحصل لي في مشاعري لما اروح اتفرج ما مثلا بقتش على فيلم كويس الفيل الازرق؟ على مش فكره، هيحصل لي حاجه. ما بقتش كويس انا اصلا عملتها. بفكر هي كمان كانت بتحب الفيله اختارتني واقعد اعيط وبتاع يعني ايه. انت عارف ان حصل لي موقف شبه ده، ومشيت من حفله اوبرا في نص حفله اوبرا بسبب حاجه شبه كده، اقسم بالله ليه؟ حصل. في يا بابا في مش تيكيتات هعرف احكي ودنيا. لك الموقف. مش ايوه هينفع انا طبعا. حجزت أيوة، التيكت أيوة. ودخلت المسرح، والمسرح حفلة إيه؟ كبير. لا هي كانت مسرح اوركسترا عادي وبتاع، بس في حاجه صدفه ما في الحكايه، فقمت خرجت من نص الحفله ومعايا اصحابي ومعايا ناس، ما أنا مش رايح لوحدي. اختفيت بعدها شهرين 3 كمان. انا كنت بحاول اموفن، في الدنيا. كنت بحاول اموفن، فكنت قاعد شهرين 3 مختفي. طلعت عشان صحابي عايزيني فاحضر الحفله فمش عارف ايه، فروحت الحفله فمش نفس اللي انت بتقوله. انت عارف يا شادي يا حبيب قلبي، ايوه وانت مستر بتموف ميجو. اون وبتلطم على وشك في البيت، الشخص التاني بيعمل ايه؟ انت ازاي زعلان على حد بيعمل كده؟ هو مزاجي يا استاذ، يا معلم في إيه؟ بمزاجك. اه يا معلم والله، يعني ينهر يعني انا مره والله العظيم بجد قفل على نفسه زيك كده، فمامته كلمتني لا ماشي. مش عارفه لا مش الدرجات دي. لا ده بجد، فاهم، لا هو وصل فاهم، لهنا. ايوه انت فاهم هو وصل لفين؟ فاهم. اسمع صوته بيعيط بالليل، انا خايفه من حاجتين يا ابني، لا يكون عمل حاجه غلط او اتلبس، فارجوك تعالى شوف الموضوع. شيل ب 1000 جنيه خلاص. بالظبط. فرحت في ايه يا مولانا؟ ايه اللي سابت وعيطت يا حبيبي، هو كبير فعيطت عياط رهيب، مش عيب خالص. لا خالص، مش انت لسه بتقول التعلق موجود اهو؟ طب ما احنا لسه بنقوله حالا 100% ده كلامك. 100%. ايوه ايوه عياط رهيب. انا قبل ما اجي كنت بقلب على الانستجرام عشان يعني انا مش سوشيال ميديا عارف خالص، عارف. فبقلب على الانستجرام فشفت مثلا 17 ريل ليها اكسبلور يا مؤمن، وهي في الحفلات مونو لينك، وهو يا عيني قاعد بيقطع شرايين. بقول لك تحت السرير، انا مش عارف مستخبي من ايه، قاعد تحت السرير وعياط ولطم. فيا معلم انت لازم تشوف الجبهه الثانيه برضه. لايف از نوت فير. اتس فير انف جدا، بس انت اللي بتحمل نفسك. هقول لك على حاجه، اقول لك اكبر عيب فيك يا شادي ايه، وهتستغرب اللي هقوله دلوقتي لاول مره على الهوا. مش هستغرب عشان حاسك عارفني كويس. انك انقى بني ادم ممكن الواحد يقابله، يا اخي والله العظيم ورحمه يا أخي امي. والله هقول لك ليه، العظيم. بس هقول لك ليه. انت عارف ان انت في هذا الزمن تاخد كل حاجه على قلبك؟ تخيل، دي حاجه كلبه. حاجه قذره يا دي مولانا. حاجة والله العظيم ما بمزاجي يا جماعه، والله ما أنا عارف ما إن مش بمزاجي مزاجك، يا ما أنا عارف جماعه. إن مش بهرب مزاجك. بالنوم، بصحى الساعه 6 الصبح، كل اللي مضايقني هنا بصحى فاكره، ببقى يعني شفت ان ده مش هروب، ما هو مش هروب. مش هيحصل حاجه، وجه امه. احنا هنخلص وروح تشمل لك اللي مزعلك يا عم. احنا هنروح نواجه كلنا. حلو المواجهه. طبعا المواجهه كلمه النهارده يعني هي حل الحلقه. بالظبط. خلينا نقول ان المواجهه ايكوال 80% من حالات الزعل اللي الواحد بيقابلها في بالظبط. كل ريليشن شيب، بالظبط. و20% هي الفراق اللي مش بايدينا، اللي بيخلينا او اللي ما فيهوش بقى مواجهه فغصب عني انا قاعد متكتف. بالظبط. وال20% ده كل ده كلامك، انا بحاول تقريبا اترجم كلامك ليا والله دي العظيم وجهة قبل ما نظر يكون الحالية. للناس يعني دي وجهة نظر الحالية يا عم. وال20% اللي هي ما فيهاش مواجهه، الايكوال بتاعها الوقت، ان الوقت ساعات هو اللي بينسي. طبعا. وفي حاجه كمان اقولها لك غريبه جدا، ارجوك. هنصحك نصيحه في عز ما اكون متضايق وزعلان من حاجه، والله سوري قالوا قدره. وده والله ما هزور، اضحك جدا، اقعد مع ناس بتضحك قوي،
اتفرج على حاجات بتضحك قوي. انا قلت لك ده بيخرجني لما بقعد معاك والله العظيم بجد. انا يتعامل معايا وكاني انا جوز. اخويا والله اللي يعني دمه زي العسل. والله اللي هقول لك باخد ليه معاه. فعلا، هقول لك ليه، لان انت عارف الضحك ده بيعمل ايه فعلا علميا؟ بيغسل مخ، إيه؟ بيغسله فعلا. وبعدين الضحك الذكي يعني في نوعيه حاجات ضحك ذكي يخليك تفكر بجد. اضحك جدا واقعد مع ناس بتضحك قوي واتفرج على حاجات بتضحك قوي. ممكن اعزم نفسي على الحلقه بتاعتك بمناسبه ان انا اضحك قوي. ممكن اجي الحفله بتاعتك الستاند اب باشا كوميدي. حضرتك تيجي قبلي وتطلع تغني. والله يعني انا هاجي عشان عايز يا ريت، اضحك قوي أرجوك. وعايز اضحك الضحك الذكي ابوس ايدك يعني. تعالى والله والنبي. اتفقنا. يا باشا انا تنورني موجود وتشرفني. في احلى ستاند اب كوميدي بيقدمه احلى فنان مجدي البحيري. 1 2 3 4 اخويا الكبير والله هيموت العظيم. ويبقى نبطشي لكني بحاول. صح. اساسي مجدي انا لازم اجي جدا. ايه. لازم اجي جدا يلا يا ريس، جدا يلا يا جدا. باشا. انا اتبسطت قوي قوي وأنا يا قوي حبيبي قوي والله. قوي في الحلقه دي. وانا جدا اتبسطت على يعني على المستوى الشخصي. استفدت كده حاجه فعلا حطتني في حته على التراك. زي ما قلت لك انت من الناس اللي بتخرجني من الزعل وما كنتش باجي احكي لكم. انا عارف لما نبقى قاعدين قعدتنا بنقعد نتكلم في اي حاجه. بالظبط. بس صدقني والله بروح البيت ده فارق معايا جدا جدا. بروح بطاقه غير اللي انا نزلت بيها من الحمد البيت لله. او قبل ما اشوفكم. الحمد لله. وده حصل معايا النهارده. انت غيرت طاقتي جدا في يا حبيبي. الحلقه. اتبسطت جدا 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 جدا. وانا كمان يا حبيبي والله. شكرا انك شرفتني وشكرا انك كنت موجود. شرف ليا يا شكرا ريس. انك ساعدتنا نعدي يومنا مع الزعل يا مستر مجدي. حابب حبيب تقول قلبي. ايه قبل ما نقفل؟ انا حابب اقول ان انا بحبك جدا وانك من اعز والله اصحابي. العظيم أقسم وبسطت بالله. جدا جدا وما اتاخرتش بجد. اتبسطت انك قلت لي اجي، فانا كنت لازم اجي. وانا حاسس ان ربنا من المكان ده هيعمل لك حاجه مفاجاه ان شاء الله. اللهم امين يا يا رب. رب. كان شرف ليا العفو يا واتبسطت عم جدا انت. جدا جدا ليا انك جيت النهارده. انت عارف انت بالنسبه لي ايه عارف بالنسبه والله يا لقلبي يعني. انت في تسلم لي حته يا حبيبي، تانية. ربنا يخليك يا رب. يا جماعه حلقه حلوه قوي قوي قوي. يا رب كلنا نعدي الزعل. يا رب كلنا ما نزعلش. كلها ان شاء الله بتعدي. انا اكتر واحد والله كنت متشائم وبقول الدنيا بتقف والحمد لله عدت معايا. ما تيأسش من رحمة الله. ادعي. ربنا شايفنا كلنا. ربنا ما بيحملش حد فوق طاقته. صدقوني الكلام ده كنت بسمعه كتير وسبحان الله والله بشوفه قدامي اكتر. فعدوا يومكم مع الزعل. اللي بيزعل يواجه. اللي بيزعل ما يخليش الزعل ياخد منه وقت. الحياة بسيطة. الحياة سهلة. الحياة مش مستاهلة كمية القسوة. ما تقساش على نفسك. ما تقساش على الناس. ما تقساش في المواقف. عديها وعدي يومك وإن شاء الله استنوني في حلقة جديدة من عدي يومك.